لو عملتي وراك الفراخ بالطريقة دي صينية ما حصلتش هتبقى عندك إدمان. لازم أعملها مرة في الأسبوع من جمالها، بيطلبوها على طول ومسميينها صينية الوراك البيضة. بناكلها بالعيش وجهزي 50 رغيف. سمي الله وصلي على رسول الله. شير لي الطريقة وتعالى أقولك بتتعمل إزاي. إحنا بنحب الأوراق فهنعملها بالوراك بس عادي. تستخدمي وراك صدور مش هيفرق خالص. أهم حاجة تكوني منضفة الأوراق، وبشاور لك كده على أماكن الزفارة. الكلوة الداخلية دي مع المؤخرة أعزكم الله لازم تتشال، دي اللي بتعمل الزفاره بتاعه الاوراق. بعد كده هقسم كل ورك، كان عندي كده وراك كبيره هقسمها لنصين زي ما انت شايفه. سمنه وزيت بقى، وهتبتدي تحمري الفراخ وهي نيه تماما. عايزاها يعني تتحمر كده تحميره كويسه قوي، ونقفل المسام بتاعتها. طول ما انا بحمرها وبقلب فيها جنب شويه ملح وفلفل اسود اديها رشه. قلبت على الناحيه التانيه رشه ملح وفلفل اسود. بصوا انا بحب الفراخ بالطريقه البيضه البسيطه دي جدا. بصوا لازم رشه الملح والفلفل الاسود وانت بتقلبي تتحمر كويس من ناحيتين بالشكل ده. انزل بالدفعه اللي بعدها. ما شاء الله الكميه عندي كانت كبيره من حلاوتها كده، لازم نعمل صينيه عائليه. هنا خلاص اللهم بارك طلعت كل الفراخ كله اتحمر كويس. عندي بقى مكعبات من البطاطس مقطعاها. عايزه تضيفي بطاطس خضار تورلي اللي انت عايزاه. انا بعملها بالبطاطس كده مكعبات، ولازم ادي البطاطس صدمه بعد الفراخ على طول، وبرش عليها برضو ملح وفلفل اسود وانا بحمرها. بتاخد بقى بواقي تحمير الفراخ وبتبقى تحفه. البطاطس ما بتنشيش ابدا وبتبقى خطيره لما تديها تحمير. شلت البطاطس ونزلت بقى في باقي السمنه والزيت بالبصل. عندي 3 بصلات كبار كده مبشورين. اول ما ياخدوا لون اصفر كده هحط معلقه من الثوم المفروم، معلقه من السكر، وهدي البصل هو كمان ملح وفلفل اسود، ومعلقه صغيره بس كده من ال7 بهارات مع الحبهان البودر، مش اكتر من كده. ونديها بقى تقليبه محترمه كده، البصله تغمق سنه. هنروح بقى رصين الفراخ اللي احنا حمرناها. طبعا هي خدت كده على الاقل ربع تسويه. بعدين هننزل بالبطاطس المتحمره بس كده يا ست الكل. هديها بس من فوق كده رشه بسيطه واخيره من الملح والفلفل الاسود، وهزود كوبايتين 3 ميه حسب حجم الصينيه بتاعتك. هتغطيها تغلي 5 دقايق بس، وبعدين تدخليها الفرن على اعلى درجه حراره. شغلي من تحت بس مفيش مشكله، هي بتاخد اللون ده والله مشغله من تحت من غير شوايه. تطلع بقى اديها الحلقات كده الفريش من الفلفل الحامي، وكلي احلى صينيه بطاطس بيضه بالفراخ. حاجه كده روعه، صدقيني احلى مره هتاكلي فيها صينيه وراك بالبطاطس. روعه يا جماعه. البطاطس دايبه مش منشيه، بهاريز الفراخ كده نازله، حاجه كده خطيره. الفلفل الحامي ده اساسي فيها. بصوا منظر الفراخ كده يفتح النفس. جهزنا العيش بقى، ما انا قلت لك 50 رغيف، وغمسيها بقى بالف هنا وشفا مع الفلفل الحامي. حبايب قلبي لايك وشير للطريقه، وطبعا للصفحه عشان ان شاء الله الفيديو يترفع ويوصل لكل الناس.